ايوه كده دلعني. ايوه كده الشغل ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. جون ادوارد ولعها في نادي الزمالك، او يعني خلينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، عمل الشرارة خلاص. يعني ايه بيسخن الفحم دلوقتي. قول يا عم انجز انت. عمال تقول لنا الغاز. جون ادوارد، لو تفتكروا الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول انزلوا بصوا عليه. قلت لك ان جون ادوارد مجرد ما يتعين او يمضي العقد مع نادي الزمالك بصفته مدير تعاقدات لنادي الزمالك او مدير رياضي لنادي الزمالك، هتلاقي كل حاجه جت ورا بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. جون ادوارد مضى امبارح عقد مع نادي الزمالك بما انه مدير تعاقدات. النهارده رسميا نادي الزمالك بيفعل عقد او بيمضي عقد مع شركه نايكي العالميه، مصنفة رقم 1 أو 2 بالتنافس مع أديداس اللي بترعى النادي الأهلي. عقد لمدة 3 سنوات. العقد دوت شامل ملابس الكورة أو جميع الفرق الرياضية لمدة 3 سنوات مقابل 1.5 مليون دولار. الزمالك مش هيدفع فيهم حاجة، بس دي مقابل الرعاية. يعني أنت هتحط الراعي اللوجو بتاعي وهرعاك. يعني كنادي الزمالك أنا هرعى نايكي، ومقابل كده نايكي مش هتاخد فلوس، هتديني فلوس المقابل كده الملابس مجانا. ف خطوة ممتازة. دي بقى ايه؟ لا شركة تحت السلم ولا شركة ذات ولا شركة مش عارف ايش. مع احترامي شركة ذات شركة كويسة ما فيهاش مشكلة، بس انت بتتكلم يا جماعة في البراند. يا جماعة براند رقم 1 في العالم او رقم 2 في العالم بالتنافس مع بعض. يعني هو واديداس هما 1 و2 يعني ده واحد مرة، ده واحد مرة، ده واحد مرة، ده واحد مرة. فانت بتلعب في التوب 2، مش بتلعب في التوب 4. مبروك على شركة نايكي نادي الزمالك، ومبروك لنادي الزمالك التعاقد مع شركة كبيرة زي كده. تريح دماغك خالص بقى خالص. اصل جودة التيشيرت، اصل مش عارف ايه، اصل توفر العدد. دي بقى شركة محترفة بنسبة 150%. شركة عالمية، شركة ليها اسمها. العلامة التجارية بتاعتها، البراند بتاعها مصنف رقم 1 زي ما قلت أو 2 في العالم. فحاجة محترمة جدا يشكر عليها، أو يعني المفروض إن احنا نديله حقه فيها. جون إدوارد إن هو ما فيش يعني مجرد. أنا قلت يا جماعة إيه الفيديو اللي فات، قلت إن جون إدوارد مجرد ما يمسك الزمالك، جون إدوارد مش هيهزر، مش جاي يهزر. هو جاي، هو شغال اوريدي، جهز ملفاته. وانا بحب الناس اللي بتبقى جاهزه وعامله اعداد ومجهزه نفسها، عشان لما تيجي تمسك وتتحط في الامتحان ترص الاجابه على طول. فالسؤال الاولاني بتاع الملابس الرياضيه، ملابس الفرق الرياضيه كلها فول مارك نايكي. مش ههزر يا جماعه، ولا اجيب ولا حتى بوما ولا مش نايكي على طول. ف دي الحمد لله بداية مبشرة من جون ادوارد. نخش بقى ايه على التقيل. وليه انا حاطط في العنوان الفيديو جون ادوارد حاطط الاهلي في دماغه؟ ليه؟ الاهلي كان بيتكلم على عمرو ناصر مهاجم فاركو بنسبة كبيرة. مش هقول لك انا مش اكيد ومش 90% حتى، ولا بنسبة 100%، ولا اكيد ولا الكلام ده. بس بنسبة كبيرة قوي، بنسبة كبيرة قوي عمرو ناصر ممكن يجي الزمالك. مهاجم صغير 22 23 سنة، مهاجم كورته حلوة، حريف شوية نوعا ما. سنه صغير، مهاجم واعد، جاب 9 اجوان الموسم اللي فات. يعني بيخش في منافسة نوعا ما مع هدافين الدوري مع انه بيلعب في فرقة صغيرة. الاهلي كان في كلام على عمرو ناصر ده. رقم 2 ياسين مرعي الاهلي بيفكر فيه بكل قوه، لان هاخد مني الخبر دوت وتعتبره بقى حصري مش حصري. انا يعني ايه، مش يعني خده وخلاص. اشرف داري بنسبه 99% خارج الاهلي بالتراضي بعد مباراه بورتو.
بنسبة 99% أشرف داري خارج نادي الأهلي. لو مش عايز أقول لو خسر، هو يعني حتى لو الأهلي كسب معرفش يعني، بس المهم يعني خلاص في إجماع إن أشرف داري مدافع بندفع فيه دولار، جبناه ب2.5 مليون دولار، بندفع له 800,000 دولار سنويا، أو مش عارف 900,000 دولار سنويا. ومستواه يعني زيه زي المصريين اللي عندنا في الدوري، واصاباته كتير، فصفقه جايه بخساره على الاهلي. فياسين مرعي هو الاهلي عايزه مع احمد بيكهام، مع ياسر ابراهيم، عايزين يدعموا بيه خط الدفاع. طيب فدي تاني صفقه. جون ادوارد ناوي يخش فيها راس براس مع الاهلي. طب مين تاني؟ محمد شريف. محمد شريف يعني هو خلاص عمال يسيب فرص للاهلي، يسيب فرص للاهلي، ويعني مستني في حد في الاهلي بيحاول ان هو يصبر محمد شريف او يسكته او يهمده ان هو ما يروحش الزمالك. محمد شريف هيموت عشان هو اللي طالع عمال يزيد في البرامج، يقول لك اصل انا بحب الاهلي وانا عملت مع الاهلي وخليت وسويت وبسبب. في حد في الاهلي من اداره الاهلي بيتكلم محمد شريف بيصبره ان احنا ممكن نجيبك تاني. فماشي، محمد شريف حاطط الاول للاهلي طبيعي، عمل فيه تاريخ وعمل فيه ارقام وجاب فيه بطولات ومش عارف ايه، وطلع منه على الخليج ورجع تاني وبتاع، فماشي. فبالنسبه لك الاهلي خيار اول، ماشي. لكن طب بعد الاهلي جايله كذا عرض، بس لو جاله عروض الدنيا هيروح الزمالك. ومين اللي بيغويه ومين اللي كان وكيله اصلا؟ جون ادوارد. اللي كان وكيل محمد شريف جون ادوارد. ف ادي تالت صفقة جون ادوارد داخل فيها راس براس مع الاهلي. طب مين تاني؟ زي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل دوت على طول بتاع اللعيب في الاهلي هيجي الزمالك، احمد عبد القادر. يقال اليومين دول ان احمد عبد القادر الموضوع خلاص يعني هو جاب اخره، الاهلي بيفكر يطلعوا اعاره تاني، واللعيب رافض. وعلى فكره كان رافض من السنه اللي فاتت، بس قال يمكن عشان كولر هو اللي مش عايز، فكولر هيمشي فنرجع الاهلي بقى العب. اللعيب فوجئ زي ما قلت في الفيديو اللي فات برضو، اللعيب فوجئ ان الاهلي مش عايز احمد عبد القادر، مش موضوع بقى كولر وخلاص. فخلاص الولد جاب اخره وعايز ان هو يعني يمشي بالتراضي من الاهلي، او خلاص مفيش مشكله هقعد السنه دي، بس انا مش لا هجدد ولا هطلع اعاره، وهقعد وخلاص اقضي السنه دي في الاهلي، اتمرن، اشارك 10 دقايق، ما اشاركش خالص، مش فارقه معايا، وامضي في لاي نادي في يناير مجانا، او اريح دماغكم مني السنه دي واتنازل عن كل مستحقاتي اللي هي عندكم 25% او 30% او ايا كان مقدم عقد خدته او ايا كان، وممكن كمان اديكم في يوم مثلا 5 مليون 10 مليون، شوفوا انتوا عايزين كام. وهيمشي من الاهلي لو ماشي دلوقتي مثلا، انا بكلمكم الساعه 10 بالليل، هي يوم الاحد الساعه 10 بالليل، يوم الاثنين بكره الصبح الساعه 8 هيمضي في الزمالك. مش عايز اقول لك 10 و5 دلوقتي يروح يمضي في الزمالك. ليه؟ في منحه توقيع 15 مليون جنيه عمرو الجنايني اتفق بيها مع احمد عبد القادر، قال له مجرد ما تخلص نفسك من الاهلي تعالى لنا 15 مليون جنيه، غير 25 مليون جنيه عقد سنوي. وطبعا طبعا بعد كده في الزياده السنويه، اللي هو يعني لو هيمضي مثلا عقد 4 سنين، احمد عبد القادر مش عايز صغير، احمد عبد القادر 25 26 سنه، فلو مضى مثلا 4 سنين يبقى عنده 30 سنه، كل سنه طبعا بيزيد 10% زي ما انتم عارفين. لكن خلاص الامور وصلت لحيطه سد بين احمد عبد القادر والنادي الاهلي. طيب ده بالنسبه للعيبه. طب يا عم، هل في مدرب جه او في مدرب بيتفقوا معاه او في او في كلام؟ بنسبه كبيره، بنسبه 95% في خلال 48 ساعة هتلاقي مدرب موجود. بنسبة 95% في خلال 48 ساعة هتلاقي مدرب موجود، واسم كبير واسمه محترم. اسم كبير واسمه محترم.
طيب يا عم، في ميدو قال انا ابقى راجل حمار لو جبت اللعيبه قبل ما اجيب المدرب. طب وانت لسه عمال دلوقتي تقول لنا ان جون ادوارد ماشي يمضي الدنيا كلها. طب ما ده الصح، طب ما ده الكلام المظبوط. هو انا معنى ان انا مضيت اللعيب يبقى انا جبته؟ طب ما انا ممكن امضي مع لعيبه الدوري كلها، واللي فعل عقده لعيب او اتنين، اروح يبقى عقده يبقى رباعي، النادي، اللاعب، نادي الزمالك، اتحاد الكوره. لكن دلوقتي انا ماشي عمال امضي اللعيبه كلها هي على عقد واحد بيني وبين اللاعب بس، ولا ليه لازمه نبله ونشرب ميته. اي نادي ممكن ياخده في اي وقت عادي جدا، مفيش حاجه ملزمه. بس انا ايه يعني، الحركه دي بتديك اولويه شويه او حقيه شويه انك تفعل العقد قبل اي نادي تاني. فانت تمشي عادي تمضي الدنيا كلها، ويجي بقى المدرب في خلال 48 ساعه يتفرج. بص يا جماعه، بص يا كابتن اكس، احنا مضينا محمد شريف وطارق حامد اسمه ايه ده، وبالمناسبه في محمد علاء حارس الجونه، حارس ممتاز جدا وعامل موسم عالمي وحارس كويس جدا، نسبه 90% برضه جاي الزمالك. وطارق حامد فيه كلام كتير كبير جدا ان هو برضه ممكن يجي الزمالك بنسبه 90% برضه. فانا يجي بقى الكابتن بقى المدير الفني الاجنبي، في طارق حامد، في محمد شريف، في احمد عبد القادر. انا هفترض ان الناس كلها خلصت يعني، في كذا 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 كذا. هنعرض عليك الشرايط الفيديو مقتطعات تقدر تحكم من خلالها وتشوف وتجيب لجنه الاسكاونتنج اللي معايا. جون ادوارد عنده لجنه اسكاونتنج يا جماعه. جون ادوارد مش شغال لوحده، عنده فريق سكاوتنج شغال معاه. فريق السكاوتنج بتاعه يعرض الارقام والمهارات ونقاط القوه والضعف لكل لاعب هو مضاه، ويبص على الفريق ويقرا تقرير المدير الفني الاخراني، يلموا ورقهم كله ويجمعوه ويفلتروا الدنيا ويوصلوا مثلا لو جون ادوارد مضى 11 12 13 واحد، يوصل لخمسة 6 منهم المدير الفني يختارهم. يبقى كده وفق الدنيا كلها ومضيعش وقت، وضيع على نفسه موسم انتقالات اللي لسه هبتدي بقى هقعد ادور ولسه هقعد اتعاقد ولسه مش عارف ايه. فشابوه جون ادوارد، البدايه بتاعتك قويه، والانطباع الاولاني اللي بيدوم، البدايه قويه ان انت مجرد في خلال 48 ساعه من تعيينك تقوم جاي موقع مع شركه عالميه زي شركه نايكي. نتمنى اللي جاي كله يكون على نفس المستوى ده. الطموح بتاعنا والسقف اللي الطموحات بتاعنا يعلى معاك ان كل حاجه تبقى بيرفكت كده، وانا متاكد من ده بالاخبار اللي انا بسمعها. في خلال 48 ساعه هيكون المدرب الاجنبي موجود، او مدرب يعني لو حتى لو مصري بنسبه كبيره في خلال 48 ساعه هيكون موجود عشان يلحق يختار اللعيبه ويقيم اللعيبه اللي في النادي، ونعمل فتره اعداد. وانا واثق ان جون ادوارد هيجيب عقد لفتره اعداد محترمه في النمسا او في ايطاليا او في يعني في ايا كان، او اسبانيا ايا كان، او في حتى لو في دوله خليجيه هيجيب عقد محترم. وناخد كمان عليه فلوس، نعمل فتره اعداد ونلعب ماتشات وديه مع فرق كويسه، نبدا فتره اعداد قويه نخش بيها الموسم اللي جاي. فكل الدعم لجون ادوارد، واتمنى اللي جاي يكون على نفس المستوى واحسن كمان. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناه. بالله عليك اشترك في القناه وفعل زر الجرس. السلام عليكم.